بص يا بخته اللي عنده بيلينجهام، لاعب خارج من البلاي ستيشن، مستواه خارق مش طبيعي. ما هو في الريتم العالي ده في ماتش قوي جدا لما يستلم الكوره من نص الملعب ويدخل بصدره ما بين دفاع كامل بحجم فريق نابولي وكمان يسجلها جون، اقسم بالله ده ما بيحصل الا في البلاي ستيشن. كلمه الفتى الذهبي تنطبق عليه على حق. هو اكثر لاعب يساهم في هذا العدد من الاهداف، وهو ليس مهاجم في جميع المسابقات في الدوريات الخمسه الكبرى، واول لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل في اول مباراتين من دوري الابطال منذ الاسطوره كريستيانو رونالدو في 2009. اما عن صاروخ فالفيردي العابر للقارات فسحقا للغه الارقام، لان الهدف ده احتسب كهدف عكسي. جماهير ريال مدريد تطلب من بيريز اعاده ابن اللمسيه. الظاهر ان طلبات جماهير ريال مدريد في سوق الانتقالات ما بتنتهيش. في مباراه ريال مدريد وبرشلونه في كره السله واللي كسبها ريال مدريد، وفي لحظه مغادره بيريز لملعب المباراه هتفت جماهير ريال مدريد وطالبت بيريز رئيس الملكي باعاده اللاعب الياباني الموهوب كوبو لاعب ريال سوسيداد الى المرينج مره اخرى. وللعلم هو ابن برشلونه في الماضي. بيقدم كوبو اداء رائع جدا في الدوري الاسباني، وقدم مباراه عالميه امام ريال مدريد في المباراه اللي جمعت بين الفريقين، وده اللي جعل عودته مطلب جماهيري في مدريد، وخاصه وان المرينج يملك 50% من حقوق اللاعب. يعني اللاعب حاليا ب 60 مليون يورو، الريال ممكن يسترجعه ب 30 مليون بس. والله يا بلاش. نيوكاسل بيدي درس قاسي جدا لباريس سان جيرمان، ليله تعيسه على اصحاب كيليان امبابي في دوري الابطال. فوز مستحق جدا لنيوكاسل بنتيجه 4-1، اداء بطولي وجماهير في قمه الروعه. كل دي اجواء صراحه نادي نيوكاسل في ليالي دوري الابطال اللي كانوا بيلعبوا كانهم اخر مباراه في حياتهم. اما عن كيليان امبابي فما عملش حاجه خالص في المباراه ولا حتى شوطه واحده. نيوكاسل يونايتد يحقق اكبر فوز في تاريخ النادي في دوري ابطال اوروبا، وباريس سان جيرمان يتلقى اكبر هزيمه له من 19 عام في دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا. اول مره في حياتي اشوف اليونايتد في الظروف الصعبه دي. اسوأ بدايه في تاريخ مانشستر يونايتد من سنين. اول مره في تاريخ مانشستر يونايتد الفريق يخسر في اول مباراتين له في دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا. طب الاصلع تنهك فين؟ طب الاداره فين؟ طب اللعيبه فين؟ 6 هزايم منها 4 في الدوري و2 في دوري الابطال، و4 انتصارات منها واحده في كاس الرابطه، المركز العاشر في الدوري، المركز الاخير في دوري ابطال اوروبا. فبرايك ابو الكباتن من يتحمل بدايه مانشستر يونايتد الحاليه؟ هل المدرب ولا الاداره ولا اللاعبين؟ هو ايه حقيقه الخلاف اللي بين كارلو انشيلوتي ولوكا مودريتش؟ كشف الاعلامي مانو كارينو عن طبيعه الخلاف ما بين المدرب كارلو انشيلوتي والنجم الكرواتي لوكا مودريتش في الموسم الحالي. كارينو قال خلال تصريحات له عبر اذاعه كادينا سير الاسبانيه التالي: مودريتش غاضب لانه ما بيلعبش، ولان انشيلوتي قال له قبل بدايه الموسم انه هيلعب كتير. في فتره الصيف اخبر كارليتو لوكا مودريتش بان دوره لن يتغير مع ريال مدريد، ولكن مع بدايه الموسم شاف انشيلوتي ان مودريتش مش في الفورمه بتاعته. وقال كارينو ان في فتره التوقف الدولي اللي جايه سوف يتحدث الثنائي مع بعض. فهل تتوقع ابو الكباتن لوكا مودريتش هيكمل مع الريال ولا هيمشي في الانتقالات اللي جايه؟ موقف غريب حصل في مباراه برشلونه وبورتو في دوري ابطال اوروبا. برشلونه لعب ب 10 لاعبين لمده 10 دقائق تقريبا، وده خلى تشافي يقرر تغيير لامين يامال في الدقيقه 80 ونزل بداله ماركوس الونسو. وضح تشافي في المؤتمر الصحفي بعد المباراه اللي حصل مع نجمه الشاب لامين يامال، وقال ان يامال كان مريض وان هو اخبرني بكده من فتره، وطلب منه يروح المرحاض لمشكله في المعده. اروح الحمام بسرعه بس يا كوتش وجاي. شافي استفاد من الاستراحه وسمح له انه يروح ويجي بسرعه، ولكن يامال اتاخر واخبروه ان هو مش هيقدر يرجع ويكمل المباراه، وعلشان كده تشافي قرر استبداله. هو ايه سبب تواجد شعار موسم الرياض على قميص روما؟ كشف نادي روما عن شكل قميصه الجديد للفريق مع تواجد شعار موسم الرياض الراعي الرئيسي الجديد للنادي الايطالي. وبحسب قناه سكاي سبورتس ايطاليا طلب نادي روما في الساعات الاخيره الاذن من الاتحاد الاوروبي لكره القدم علشان يظهر بالقميص الجديد. ونجح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للترفيه في السعوديه في التوقيع عقد شراكه مع نادي روما الايطالي علشان يظهر شعار موسم الرياض على قمصان ذئاب العاصمه لمده عامين على حسب اتفاقيه الشراكه، واقامه مباراه وديه واحده في كل موسم، واولها ستقام خلال موسم الرياض هذا العام.